السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن والله في السودان ده ما ضرونا إلا الخونة والعملاء والمجارمة زي حمدوك. زول في يوم من الأيام كان رئيس وزراء في أول بادرة، زول مسؤول يفرض وصاية دولية على بلده حتى تستباح وتستعمر، وهو رئيس وزراء، وهو واحد من أسباب الحرب، وهو أكبر متعاون مع الميليشيات وأكبر متآمر على المواطن السوداني. وبعد في ناس بيقول لك المؤسس، وفعلا هو مؤسس العمالة والارتهان للغرب والتآمر على الشعب السوداني. وكذلك من الخونة أحزاب الحرية والتغيير. كل الأحزاب الموجودة في السودان هي ضد الشعب السوداني، وعندها تاريخ قديم. للجيل اللي قام هسه وما عارفين، الأحزاب عندها تاريخ قديم وتاريخها معروف، وعشنا معاه نحن واقع مرير. المرتزقة دخلوا السودان عام 76 واحتلوا القيادة العامة وحوصر الجيش كما حوصر اليوم، كانوا بسبب الأحزاب. تم تدريبهم في ليبيا ودخلوا السودان كمرتزقة لحد ما وصل الخرطوم. ما كانوا عارفين القيادة العامة بوين، لكن بفضل الله في أيام قليلة الجيش استطاع أنه يدحر هؤلاء المرتزقة. في عام 86 أو 87 لما مسكوا الحكم، منهم حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي وكل هؤلاء الأحزاب، وكان وزير الدفاع من هذه الأحزاب ودوا ذخيرة فشنك للقوات المسلحة اللي بتقاتل في جنوب السودان، وقتل عدد كبير جدا من أفراد القوات البحرية في مدينة الناصر لأنه لقوا ذخيرتهم فشنك. وهم على الحكم كان بيتعاكسوا ويتشاكسوا في الجمعية التأسيسية. ودائما الأحزاب المعروفة لدينا، هذه الأحزاب الهرمة اللي ما عندها أي برنامج ولا استفادت منها الدولة حاجة، ديل دايرين يكونوا يا هم في الحكم يا في المعارضة. منذ نشأة هذه الأحزاب إما في الحكم أو في المعارضة. وفي نظام الإنغاذ كانوا في المعارضة وعملوا بكل السبل على إطاحة نظام الإنغاذ. سنين هم بيحاولوا لحد في النهاية قدروا أقنعوا الشعب وغشوا الشباب وطلعوهم الشارع، ومعليش ما عندنا جيش، وتسقط بس لحد ما سقطوا حجر البلد. وصلنا مرحلة من الخراب والدمار لم يسبق لها مثيل. وها هم الآن نفس الأحزاب ونفس العمالة والارتزاق لافين في أوروبا. أول ما قامت الحرب دي طلعوا جوازاتهم للأجنبية وطلعوا برا السودان وقالوا إنها أجانب، وهسه لافين من دولة لدولة، من أثيوبيا لأوغندا لكينيا للندن، لكل الدول، للأمم المتحدة، عشان يدينوا القوات المسلحة ويجرموا القوات المسلحة ويحظروا الطيران ويقيفوا مع الجنجويد. حتى التابعين للأحزاب اللي قاعدين هنا في السودان شغالين تحريض ضد القوات المسلحة ومساندين للجنجويد، دي الأحزاب. لكن الشعب السوداني بفضل الله استفاد من هذه الحرب وأصبح واعي تماما، وكل الشعب لفظ حاجة اسمها حمدوك وحاجة اسمها أحزاب. وكل الشعب الآن يعني 80% من الشعب، 20% ديل إما جنجويد أو تابعين للجنجويد أو تابعين للأحزاب. 80% من الشعب السوداني الآن جزم بأن هذه البلاد لا يصلح لقيادتها إلا القوات المسلحة. الله أكبر، الله أكبر، والله أكبر، والنصر للقوات المسلحة والعزة للإسلام. والله أكبر ولا نامت أعين الجبناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.